حواراتكم كترت وانا تعبت منكم كلكم. عشان انتوا حواراتكم كترت. واحده داخله تصلي في مطعم، فالراجل قال لها المصلى هناك اهو عند الحمام. لا انا هصلي هنا وهنشر الاسلام هنا. انت محسساني اللي انت لما هتنزلي تصلي هيرمولك تعابين على السجاده، هيرموا عليك حاجات ويشغلوا لك اغاني قريش، فانت كده بتنصري الاسلام. وبعدين ازاي انت تخش اختي كده توطي قدام الناس وتصلي قدام الناس؟ ده انا غير عليكي، ده انا مش جوزك واغير عليكي اللي انت توطي كده وتسجدي وتعملي كده وجسمك كله يبقى باين، الصوره بتاعتك نازله، جسمك كله يبقى باين قدام الناس، المفاتن بتاعتك كلها باينه قدام الناس. ده كلام طلعت انت كتبت اختي في بوست، انت كتبتي كده، انا كمحمود طلبه راجعت الموضوع كله من عندك ومن عند الراجل المدير ومن عند المطعم من كل كتبتي قال لي روحي صلي عند الحمام. هو قال لك المصلى عند الحمام. ما هي المولات الكبيره لما بيبقى اختي فيها مسجد، المسجد ده بيعوز حاجات نتوضى فيها، فبيأسسوا له سباكه ان هي تتوضى، فبالمره بيحطوا جنبها الحمام، فالحمام بتاع المول، فطبيعي ان هو هيقول لك المصلى فين؟ المصلى عند الحمام. ما مش معقوله السلام عليكم، هو المصلى فين؟ المصلى عند المصلى. هيعمل لك كده يا عم، المصلى فين؟ المصلى عند المصلى يا ست انت لئيم، انا فاهمك. كارفور فين لو سمحت؟ كارفور عند كارفور. ما انا لازم اقول لك كارفور فين يعني. الحمام يقول علينا ايه دلوقتي؟ زمان الحمام بيضرب كف على كف وعمال يقول يا جدعان انتوا بتقلدوا، انتوا من غيري ولا حاجه اصلا يا جماعه. ده انا من اسبوعين ظهري وجعني، فرحت للدكتور قلت له يا دكتور انا رجلي وظهري وفي حاجه، في وجع، بحب الحق الوجع بدري بدري. قال لي الوجع اللي في رجلك دوت جاي اصلا من ظهرك، فانت هتعمل لي اشعه MRI على ظهرك وتجيبها لي. قلت له طب يا دكتور اروح اعملها عند مين؟ قال لي بص يا باشمهندس، انت روح عند بوالينو اعملها. قلت له ايه بوالينو دي؟ في اسكندريه. قلت له ايه بوالينو دي؟ قال لي منطقه بوالينو هتلاقي مركز ما اعرفش يطلع. انا ما قلتلهوش انت ازاي تقول لي بوالينو، وكتبت عليه بوست على السوشيال ميديا وانا بلوجر. الدكتور بيقول لي روح اعمل الاشعه بتاعتك عند بوالينو. انا ما رحتش والله، ما رحت عملتها لحد دلوقتي. انا خايف. ايه بوالينو ده؟ انا خايف اروح اتضرب هناك، انا خايف اروح اتضرب. فيا جماعه بلاش الحاجات اللي انا تعبت منكم. انتوا شعب متعب، انا هرشح نفسي رئيس الجمهوريه علشان اتعبكم. وبعدين اداره المطعم رفضت الموظف ليه؟ ايه اغرب رفض في التاريخ اللي هو نفذ التعليمات. وبعدين انت ازاي كان في معركه حواليكي وكان في خناقه على كلامك وعلى كلامه؟ عشان انا راجعت الفيديوهين، خناقه شغاله وانت خاشعه. انتوا هتتسالوا يوم القيامه على تفاصيل في الصلاه، انتوا مش هتتسالوا. الصلاه دي ربنا مش هيحاسبكم يلا انت وهو على عدد. انت صليت، المفروض انت عشت كام سنه، فانت عليك مثلا 2000 صلاه، صليت ال 2000 صلاه تمام علامه صح. انت ايش عرفك يا باشا انت صلاتك اتقبلت ولا لا؟ انت يا باشا هتقف تتحاسب يوم القيامه. احنا صف واحد، احنا مش صفين، مش هنتدرى ورا بعض، صف واحد. هتلاقي اللي قدامك ده بيتحاسب. انت في الركعه دي ركعت غلط، انت هنا قلت ايه، انت هنا بترفع ايدك غلط، انت هنا ابطلت صلاتك بكذا. انت مرحانه ان في واحد اترفد عشان الصلاه، عشان انت صليتي في مكان خاص. يعني انا اروح اصلي على باب شقتك ولما البوليس يجي لي يقبض عليا الله لا انا بنشر الاسلام على باب شقه الولايه دي؟ ايه الهبل ده يا جماعه؟ اي حد يدخل مكان يا جماعه بتسال سلام عليكم، بتصلوا هنا؟ ده الاتيكيت بقى، اتعلم معايا الذوق. سلام عليكم، انتوا بتصلوا هنا؟ قال لك بصلي هنا، قول له طب انا عايز اصلي، ينفع؟ هيقول لك خد المصليه وصلي في الحته الفلانيه. بس انا لما بروح اي مكان سلام عليكم، بتصلوا هنا؟ من غير ما اكسفه اقول له انا عايز اصلي. انا حتى مش بقول له انا عايز اصلي عشان اكسفه. بتصلوا هنا؟ فيقول لي بنصلي. اقول له طب بتصلوا فين؟ انا عايز اصلي، ينفع؟ قال لي تمام. ففي واحد قال لي احنا بنصلي انا في مره كنت في مطعم قال لي احنا بنصلي جوه هنا. فالحته اللي شاور لي عليها انا شايف في زحمه والاستاف طالع داخل من المطبخ. قلت له طب انا هصلي بره. قمت اخدت بتاعه وطلعت بره المحل كده على جنب وقمت مصلي، استلفت منه المصليه بس مش اكتر. تمام. في مكان تاني دخلت فيه في مول في القاهره، سلام عليكم بتصلوا هنا؟ قال لي المصلى هناك اهو عند الحمام. عمل لي كده، قلت له شكرا. رحت اتوضيت وخلصت دخلت الحمام اتوضيت ودخلت المصلى وصليت، انتهى الموضوع. انما مش هخش على بيزنس حد بالعافيه اقول له انا عايز اصلي هنا وهصلي بالعافيه. قله ادب.